تخيل أثناء عودتهم من احتفال رأس السنة يخبطوا راجل بالغلط ويموتوه، وبعد كده يكتشفوا إنه كان جاي يقتلهم، لكنهم بيلاقوا في بيتهم حاجة بتدخلهم في معارك كتير جدا بتخلص بحصولهم على مئات من آلاف الدولارات. بيبتدي فيلمنا وقت حفلة في ليلة راس السنة لما ليندسي بتكون واقفة لوحدها والكل بيحتفل، فبتطلع بتلاقي جيف جوزها واقف بره لوحده، ولما بيقول لها يلا نرجع بتقول له لا أنا همشي. بيركبوا العربية وطول الطريق بيكون في نكد، وده اللي بيخلي جيف يحاول يصالحها، فبيطلع قدامهم واحد وبيخبطوه بالعربية. بتطلع ليندسي التليفون لكن بيظهر إن مفيش شبكة، علشان كده بيشيلوه في العربية علشان يودوه للمستشفى، لكنه في الطريق بيظهر إنه مات. ولأن الاتنين شاربين وكده هيتحبسوا، بيقنع جيف ليندسي إنهم ياخدوه للبيت وبعدين يقرروا هيعملوا إيه. بيوصلوا للبيت وجيف بيفحص أضرار العربية، لكنه بيكتشف إن النمرة الأمامية وقعت، فبيقرر يرجع تاني يجيبها. لكن أول ما بيوصل بيلاقي الشرطة هناك في الوقت اللي بتوصل هانا للبيت، وهانا أخت ليندسي وعايشة معاهم. لكن أول ما بتدخل بتلاقي صوت في المخزن، وأول ما بتوصل للمخزن بيهجم عليها الراجل اللي فكرناه مات، وقبل ما يضربها بالمسدس بتقدر تاخده وبتقتله. في الوقت اللي بيوصل جيف وبيسمع صوت الرصاص، فبتقابلهم هانا وبتعرفهم اللي حصل، فبيروح وبيتأكد ان الراجل مات، وهانا بتاخد منوم. فجيف بيعرف ليندسي ان الشرطة كانت هناك وما قدرش يجيب النمر، واثناء ما بيفتش الراجل بيلاقي ورقة صغيرة في محفظته فيها عنوان بيتهم. بيستغربوا الاتنين ان الراجل كان جاي لهم وكمان كان معاه مسدس، بس بيقرروا ينظفوا المكان ويخبوا الجثة في كيس. والصبح بيجي عليهم لما 2 شرطيين بيرنوا الجرس، بتفتح ليندسي وبتقابل فارون وكامبل، فبيسألوها لو حصل حاجة امبارح وهم ماشيين بالعربية، لكنها بتنكر. بس أول ما بيطلعوا النمرة بتعترف إنهم خبطوا غزال امبارح وهم راجعين، علشان كده بيقرروا يشوفوا العربية. فبيدخلوا للمخزن وجيف بيكون بيصلحها وبيبصوا على المكان، ولما بيقرب كامبل من الكيس بتتدخل ليندسي وبتعرفوا إن الكيس فيه ملابس بيتبرعوا بيها، فبيقرروا يمشوا. وهانا بتعترف لجيف وليندسي بإن الراجل الميت كان جاي لها هي، لأن صديقها ريتشارد كان سمسار في البورصة وخدع المستثمرين وخد فلوسهم، وبعد كده اختفى واتقال إنه مات. فهانا بتقول إنه جاي من شخص مجهول من اللي ريتشارد نصب عليهم علشان ياخد شنطة ريتشارد اللي موجودة معاها. ولما بتجيب الشنطة بيفتحوها وبيلاقوا فيها تمثال غريب. بتفتحه ليندسي وبتلاقي جواه كيبون من اللي بيتحجز بيه الحاجات في الفنادق. فبتقرر هانا وجيف انهم يروحوا للفندق، ولما بيوصلوا للفندق بتنزل هانا وبتاخد الكوبون معاها، وجرس الشقة بيرن وليندسي بتقوم تفتح. بتلاقي شخص وبيقول انه المحقق سيمز، فبيدخل جوه وبيسألها اسئلة، وفي نص الاسئلة بيقول لها القهوة جميلة جدا، دلوقتي الجثة فين؟ وكمان اختك فين؟ فبتحس ليندسي انه مش شرطي وكذاب، فبتاخد السكينة وبتحاول تقتله، لكنه بيضربها وبيغمى عليها. في الوقت اللي هانا بترجع بشنطة بيفتحها جيف وبيلاقي فيها 50,000 دولار، فبيقترح عليها انهم يخبوا على ليندسي، لكنها بترفض. فبيدوروا العربية وبيمشوا، وليندسي بتفوق وهي مربوطة، وسيمز بيضرب فيها وبيطلب يعرف جيف وهانا راحوا فين والجثة كمان فين. فبيسيبها وبيفتش في الشقة لحد ما بيلاقي التمثال لكنه فاضي. في الوقت ده بتقدر ليندسي تفك نفسها وبتمسك أداة وبتضرب سيمز على دماغه، فبيغمى عليه. بتربطه في كرسي في المخزن، وبيوصل جيف وهانا للبيت، وليندس بتوريهم سيمز. فجيف بيضرب فيه علشان يقول له هو هنا ليه، لكنه بيطلب يتكلم مع هانا لوحدهم لانها معاها حل للمشكله. واول ما بتدخل هانا عليه ايه ده ستوب يا عم، وبنكتشف ان سيمز هو ريتشارد صديقها، فبيقول لها فكيني، لكنها بترفض علشان محدش يعرف ان هو، وبيظهر انهم مخبيين حاجه كبيره سوا. فبتطلع بره وبتقول لهم انه قال ممكن نقسم الفلوس سوا لو سيبناه يمشي، ومش هينفع نفضل رابطينه تحت كتير. بس بيضحك جيف علشان كده بتشتمه هانا وبتدخل للأوضة، بس ليندسي بتدخل وراها وبتسألها عن اللي حصل وهم راجعين. فبتقول لها لما كنا في العربية وجايين من الفندق جيف اقترح اننا نخبي عليك الفلوس، وبتحذرها منه، بس جيف بيكون بيتصنت عليهم. ولما ليندسي بتطلع بيقول لها كدابة، بس اول ما بتوصل بتشوف سلسلة في رقبة ريتشارد، وبتعرف انه صديق هانا لان الجزء التاني من السلسلة في رقبة هانا. وبتقول لجيف ان الفلوس فلوسه، فبيغطوا بقه بلزق وبيمسك شاكوش ومسامير
وبيدقوا المسامير على الجزء الأول من صوابعه، لأن ليندسي عاوزة تعرف القصة من أولها. ولما بيشيلوا اللزق بيحكي لهم، بس احنا ما سمعناش. وهنا بتكون بره، ولما بيخلصوا بيقول لها جيف إنهم لازم يخلصوا على ريتشارد لأنه هيفضل وراهم. وكمان بيقول لها لازم نتعامل مع هنا لأنها كذبت عليكي وعليا. لكن بتعترض عليه ليندسي، بس بيضغط عليها وبيقول لها مش هيحصل حاجة لهنا. بيحضر جيف الأكياس في العربية في الوقت اللي ليندسي بتدخل لهنا، فهنا بتعترف إن سيمز هو ريتشارد. قال يعني ما نعرفش. بس ليندسي بتلاقي كيبون تاني في أوضة هنا، فبتاخده من وراها لا ده عبيط ملناش دعوة بيه. بتنزل هنا مع ليندسي تحت وبيمسكها جيف وبيربطها مع ريتشارد. ولما بيطلع فوق بيلاحظ ان الفلوس اختفت. واول ما بيدخل على ليندسي علشان يقول لها بيلاقيها بتتكلم في التليفون، وبيكتشف انها بتكلم الشرطة، وهي بتكتشف انه بيخطط لقتل اختها. علشان كده بترفع المسدس عليه وبيقرب جيف منها بهدوء لحد ما بيقدر يضربها. في الوقت اللي هنا وريتشارد بيحاولوا يفكوا نفسهم، وبينجح ريتشارد يفك نفسه، بس بيخنق هنا لحد ما بيموتها. وفوق ليندسي بتجري من جيف وبيقدر يمسك المسدس، وبيفضل يدور عليها وهو معاه المسدس لحد ما بيلاقيها، وبيقعوا الاتنين على بعض. ولما بيحاول يصالحها ريتشارد بيتدخل بفاس في ظهر جيف، وليندسي بتضربه بالسكينة لكنه بيخنق فيها، بس بتقدر تشيل السكينة وتغرزها في رقبته. وكأي فيلم الناس اللي فيه هنود بيشيل السكينة وبيقوم وبيشوف الفلوس مع جيف، فبياخد المسدس وبيستعد لضرب ليندسي، لكنها بتدوس على زرار بيفتح باب المخزن، وبيلاقي فارون وكامبل قدامه وبيضربوا عليه النار وبيقتلوه. علشان تودينا الكاميرا بعد شوية شهور لما فارون وكامبل بينزلوا ليندسي عند الفندق اللي جيف وهنا خدوا منه الفلوس، فبتدخل للفندق وبتضرب الجرس، وبيظهر انها معاها كيبون اللي لقيته في أوضة هنا. فبتاخد شنطة ولما بتفتحها بتلاقي فيها مئات من آلاف الدولارات، ودي الحاجة اللي قالها ريتشارد واحنا ما سمعناهاش. ولحد هنا بيكون انتهى فيلمنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا فولو. دمتم في امان وسلام. سلام.